السلام عليكم، مرحبا بكم مع رقة. أنتمنى تكونوا لاباس وتكونوا في صحة جيدة. بما أننا على أبواب شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. كنستهلكوا بزاف عصائر وكنحتاجوا نوعوا في انواع العصائر. الجسم ديالنا كيحتاج للسوائل، وطبعا ما كاين ما احسن من عصير ديال الباباي. الباباي غني بفيتامين سي وفيه فيتامين ا وفيتامين او، فيه كالسيوم وفيه بوتاسيوم، ومكافح للشيخوخة وايضا مكافح للخلايا السرطانية. ربي يحفظنا ويحفظكم. هذا غير ان عنده طعم رائع جدا. فخليكم معي غادي نصايبوا عصير ديال الباباي، نتمنى تجربوه غادي يعجبكم. عندي هنايا واحد التمرة متوسطة الحجم ديال الباباي، مستوية يعني طابط. في الداخل ديالها كيكونوا كما كتشوفوا هاد الثمار عندها واحد الرائحة قوية بزاف، وايضا عندها طعم مر. فطبعا هادو غادي نزيحوهم، غادي نحيدوهم، وغادي نبدا انني نقطعها وننظفها معكم. بالنسبه للناس اللي كيديروا تفريزات لشهر رمضان، ايضا كيحيدوا هاد البذور وكيقطعوهم وكيديروهم في بلاستيك غذائي وكيوضعوهم في الثلاجه. انا هنايا غادي ندير عصير طازج. غادي نبدا انني نزيل هاد الثمار اللي كيكونوا في الداخل، وايضا غادي نحيد الطبقه البيضاء لانه هما كيعطيو واحد المروريه للعصير، فخاصنا نتخلصوا منهم. وطبعا غادي نقشر التمره ايضا ونغسلها مزيان. عاد غادي نبدا انني نصايب بها ألذ عصير ديال الباباي ممكن تشربوه. نتمنى انكم تجربوا هذا العصير غادي يعجبكم، ونتمنى منكم ديروا لايك للفيديو وكتبوا تعليق باش تشجعوني. بهذه المناسبة بغى من كل قلبي أنني نشكركم على التعليقات ديالكم، لي لايك ديالكم. بزاف ديال الناس كيكتبوا كلام جميل جدا كيشجع وكيخليني أنني نستمر. فشكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى منكم تستمروا في الدعم ديالي. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وكتبوا تعليق، وكنكرر لكم الشكر ديالي. بالنسبه لهاد الثمار اللي كيكونوا الداخل ديال الباباي، ليهم فوائد كتيره بزاف رغم الرائحه والمذاق المر. فليهم فوائد عديده للجسم، فهم كيطردوا السموم اللي كتكون في الجسم ديالنا وكيطردوا الطفيليات، وايضا مفيدين للناس اللي كيعانيوا من القولون العصبي. المهم بالنسبه للعصير ديالنا، هذا هو الباباي. قطعته وغسلته مزيان. عندي هنايا السكر حسب الذوق، وعندي جوج موزات كبار مقطعين، وطبعا عندي حليب. هادو هما المكونات. بالنسبه للموز الا كتبغيو كيعجبكم يعني الطعم ديال الموز، ممكن ديروا اكتر، ديروا 3 حبات ديال الموز. فهذا كيبقى اختياري، تقلي من الباباي او تزيدي من الموز. هذا كيبقى اختياري حسب الذوق ديالك. هادو هما المكونات ديالنا، وايضا السكر حسب الرغبه ديالكم. ما كندير السكر بزاف في العصير، كنحاول ما امكن نقلل. وطبعا عندنا الموز الطعم ديالو لذيذ. غادي نبدا انني ندير المكونات. غادي ندير الحليب. بالنسبه للحليب الا بغيتو تعوضوا بعصير ديال البرتقال ممكن، او تنوعوا يعني ديروا مره بالحليب ومره اخرى بالبرتقال. كيجي لذيذ بزاف حتى بالبرتقال. غادي ندير 2 معالق الى 3 معالق ديال السكر. ولا كيعجبكم النكهه او الرائحه ديال الفاني ممكن ايضا تضيفوها. غادي ندير الموز. انا ما كنديرش الفاني، كنفضل العصير يكون الرائحه ديالو طبيعيه. الرائحه ديال الباباي والرائحه ديال الموز كافيه جدا. غادي نبدا انني نضيف الباباي. هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى انكم تجربوه. كيجي رائع شكلا ومذاقا وطعما ومفيد بزاف للصحه ديالنا خاصه في شهر رمضان. الا كانت هذه اول مره كتدخلي فيها القناه ديالي، ديري اشتراك وضغطي على الجرس وديري لايك للفيديو، ونشوفكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم.